بص يا صديقي، انا عارف ان انت بقالك كتير بتسعى، لكن حاسس ان مفيش توفيق، وباذن الله مفيش غير حاجه واحده بس هي اللي هتحل لك الموضوع ده. راجع حساباتك في بر الوالدين، وبالاخص والدتك. ولو لا قدر الله كانت متوفيه، فالبر ده هيكون لاهلها زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل. هو كان بيحب ستنا خديجه جدا، وبعد وفاتها من حبه ليها كان بيبر اي حد من اهلها. والدليل على كده قول ربنا في سوره مريم في الايه 32 على لسان سيدنا عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هنا فعلا ان الشقاء في الدنيا هيجي من عدم برك بوالديك، وربنا هنا ذكر الاتنين مع بعض، ان بره بوالدته لم يجعله جبارا شقيا. والترتيب اكيد مهم، ان انت تبر والديك ده هيخليك مش من الجبارين والاشقاء في الارض. فالتزم ببر والديك، وباذن الله هتلاقي توفيق في كل حاجه في حياتك. لو حسيت ان الفيديو عجبك فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتابع الفيديوهات الجايه. ويا سلام.